أي مما يلي يعد قاسما مشتركا بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية لدراسة الحضارات. عايزين حاجة تعبر عن إن الاتنين دول متشابهين مع بعض. معاصرتهم ما ينفعش مع الثانوي، دقة ما ينفعش مع الثانوي، جزء من التراث الشعبي ما ينفعش مع الأولي. يبقى كونهما نتاجا بشريا، الإنسان هو اللي عمل الاتنين دول. لما يجيلك السؤال ده بعد كده اللي هو موضوع لكل مشكلة حل، عبارة طبقها المصريون القدماء لما استخدموا ايه؟ يبقى لما استخدموا الأستراقة. طب ايه المشكلة اللي كانت عندهم؟ ان البردي كان غالي، كان غير متوفر، كان مكلف. يبقى ده المشكلة، لكن ده الحل بتاع المشكلة. يبقى انت هنا على حسب نص السؤال تجاوب عليه. السؤال التاني يا سيدي يقول لسيادتك كده: يتشابه حجر باليرمو مع كتابات مانيتون السمنودي كمصادر لدراسة التاريخ المصري القديم. ايه ده؟ حجر باليرمو مع مانيتون السمنودي؟ ايش جاب لي جاب؟ يعني ايش جاب لي ده لده؟ او حجر باليرمو ده مش دي اللي كان فيها الكتابات الغائرة اللي اتسجل عليها عصر من ما قبل الأسرة لحد 3 ملوك الأسرة 5؟ طب ومانيتون السمنودي؟ طب ما هو مانيتون السمنودي كتب عن الحضارة المصرية. مانيتون السمنودي اللي قسم الأسرات ل30 أسرة. فلما تيجي تشوف هنا أعمال ملوك أو هنا أسماء ملوك وهنا نفس الكلام ترتيب أسر الملوك، يبقى نفهم من كده إيه؟ تناولهم الحياة السياسية للحضارة الفرعونية. دي صح. السؤال اللي بعده بيقول لك العملتين المقابلتين بيحددوا الوضع السياسي لمصر. طب بيحددوا الوضع السياسي من خلال إيه؟ من خلال الكتابات اللي عليهم، يبقى من خلال النقوش المدونة. عظيم. السؤال التاني: من مصادر دراسة الحضارة الآتية كانت أكتر انتشارا بين فئات المجتمع؟ موجودة مع كل الناس، الكبير والصغير. الصغير بيتعلم عليها والكبار بيستخدموها في الكتابة بتاع تحرير الإيصالات والرسائل والخطابات اليومية. استراقة. يمكن دراسة إنجازات بعض ملوك مصر في عصر الدولة القديمة. والله لما أجي هنا على عصر الدولة القديمة هلاقي إيه بقى؟ بردية إبرز دي مجال طب. صلاية نعرمر هو اتكلم عن الملك مينا فقط، وهنا الراجل بيقول لك بعض الملوك. الإلياذة والأوديسة دي اتكلمت على اليونان فقط. طب كتاب تمحيص الأخبار لا دي تصدق تمشي. عارف ليه؟ لأن كتاب تمحيص الأخبار ده بتاع هيرودوت لما جه يسجل عنه سجل إيه؟ سجل كل حاجة. وبما إنه سجل كل حاجة موجودة يبقى